أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الغالين، ويا هلا ومرحبا بالمتابعين القدامى والمتابعين الجدد. على السريع إن شاء الله اليوم بنضبط سمك دينيس. سمك الدينيس من الأسماك الجميلة صراحة اللي أحبها، وهذه مقاديرنا على السريع. هذا سمك الدينيس والملح، وهذه بهارات مشكلة مخلوطة مع الثوم والفلفل الحار، وأساس الطبخة زيت سمسم أرياف صبية. وهذه السمكة زي الدفتر كذا. ورق الزبدة أساسي والقصدير. نعطي أول شيء رشة ملح، ثم نضيف البهارات. وآخر شيء رشة زيت سمسم، وهو سر النكهة زي ما يقولون. آخر شيء نقفل السمك زي كذا ونغطيها بورق الزبدة والقصدير وعلى الفرن، ونقفل القصدير. وهذا السمك بالكامل جهزناه بنفس الطريقة، بسم الله ما شاء الله، وعلى الفرن من 25 إلى 30 دقيقة بإذن الله يكون جاهز على نار متوسطة من الأسفل والأعلى. وأحلى تكشينة للملوخية، بصل مع ثوم، بهارات مشكلة مخلوطة مع الفلفل وملح. ما شاء الله تبارك الله. سلام. ملوخية طبعا مع بامية مخلوطة في الخلاط. وهذا الرز بعد ما نقعناه زودنا له شوية موية وعطيناه ليمون أسود وقرفة فلفل حار، ونخليه على نار عالية مرة. إذا بدأ يشرب الماء نخفف النار إلى نار هادئة باقي الوقت. وبعد ما شرب الماء الآن نعطيله الزبيب، نخليه على نار خفيفة مرة، تنميل، نار خفيفة مرة، ونغطيه. وهذا النثري جاهز ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الحبات زي كذا، شوف طول الحبة كيف ما شاء الله. يا سلام، هذه أفضل طريقة إنك تحصل رز نثري. شوف طول الحبة ما شاء الله تبارك الله. وهذا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله سمك الدنيس جاهز ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الرز البشاوري جاهز، وأحلى ملوخية. وهذه السلطة الحارة أو الدقوس، أو إن شاء الله أعطيكم طريقتها بالتفصيل. ما شاء الله.